بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإنا إليه راجعون. خالص العزاء للشعب التركي وللشعب السوري في ضحايا الزلزال أو سلسلة الزلازل أدت إلى كوارث كثيرة. آلاف المنازل دمرت، نحو 1800 قتيل حتى الآن، آلاف الجرحى، آلاف المنازل. أدعو الجميع إلى التبرع بالدم الموجود في تركيا، الموجود في سوريا. أدعو الجميع إلى أن يتبرعوا، ولكن سنوضح خلال العرض كيف يتم التبرع بطريقة صحيحة. الزلزال حدث في تركيا وفي سوريا وأصاب لبنان أيضا، وأدى إلى انهيار آلاف المباني. فنتذكر ونحن نشاهد هذه المشاهد أن آلاف البشر ماتوا، وأننا أيضا سنموت. فيجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نسارع إلى التوبة، وأن نتذكر أننا أيضا سوف ندفن كما دفنوا اليوم، ولن ينفعنا إلا عملنا الصالح في القبر. تعالوا نبدأ حضراتكم من مدينة العزيز في تركيا، ونشاهد قدرة الله سبحانه وتعالى، ونشاهد كيف مباني ضخمة تنهار في لحظات. نبدأ من مدينة العزيز في تركيا. ووفقا لبيانات الحكومة التركية فإن الضحايا داخل تركيا وصلوا نحو 1100 قتيل، وآلاف الجرحى، وآلاف المنازل المدمرة. هنا في قناة الجزيرة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عدد القتلى نتيجة الزلزال يرتفع إلى 1121، ربما العدد ارتفع إلى 1200 الآن، والجرح حوالي 7624. أما في سوريا فارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 592 قتيلا، يعني 600 قتيل في سوريا وحدها. أيضا وثقت الفيديوهات انهيار العديد من المباني الضخمة، كما نشاهد هذا المبنى أيضا انهار وهو من 10 طوابق. كذلك في العاصمة التركية أنقرة انهارت العديد من المباني. Hala sallanıyoruz. Hala sallanıyoruz ve yıkılıyor şu anda. Hala sallanıyor. Binaları görüyorsunuz. İnşallah eve giren olmadı. Şeytan mahvetti gene. Anasını. Tozma vallahi hepsini çöktürdü şu anda. وبلغ عدد الزلازل الرئيسية نحو 4 زلازل رئيسية بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، فهي زلازل شديدة جدا. وهناك أكثر من 120 هزة ارتدادية. غالبية هذه الزلازل ضربت مدينة كهرمان مرعش في تركيا، وغازي عنتاب في جنوب تركيا، ومدينة أديمان، ومدينة مالاتيا. والهزات امتدت إلى حلب السورية وإلى إدلب، بل الهزات وصلت إلى لبنان، بل شعر بها البعض في بغداد، وشعر بها البعض في الأردن، وشعر بها البعض في فلسطين. وهنا حضراتكم أيضا هذا المبنى انهار. ننتقل الآن إلى مدينة إدلب السورية، حيث سويت مباني كاملة بالأرض. أدعو الجميع المتواجدين داخل تركيا أن يتبرعوا بالدم، أن يتبرعوا بالمساعدات الغذائية العينية، أن يتوجهوا للجهات التركية والجهات الموجودة في الشمال السوري، ويوفرون لها الاحتياجات من طعام، من أغذية، من بطاطين. أيضا الإخوة المتواجدين داخل تركيا يمكنهم أن يتبرعوا للهلال الأحمر التركي، وهو منظمة تركية موثوق بها. الإخوة الموجودين خارج تركيا
عليهم أيضا أن يتبرعوا، وخاصة للإخوة المسلمين في شمال سوريا، لأن ظروفهم صعبة جدا، لا توجد هناك حكومة، هناك فقر مدقع إلى آخره. ولكن أحذركم من التبرعات البنكية، يعني تحويل أموال من أي دولة إلى سوريا. الملاعين اللي شغالين في إدارات مكافحة الإرهاب هيعملوا لكم قضايا إرهاب، فالتحويلات البنكية مسألة خطيرة جدا. وهؤلاء اللي عندهم في قلوبهم رحمة، لأنه أطفال شردوا ولا أطفال بيموتوا تحت الأنقاض ولا أي شيء، هؤلاء كل همهم إن هم عندما يجدون مسلم في قلبه خير ويتحرك لإنقاذ طفل أو إنقاذ امرأة وكذا، فورا يعملوا قضية إرهاب وتمويل منظمة إرهابية. وأي شخص أو أي امرأة تكتب في التعليقات أنا أسكن في بيت ومريضة وكلام من هذا القبيل، في الغالب هؤلاء أعضاء في أجهزة المخابرات مهمتهم يعملوا إيقاع، فلا تتبرعوا لأحد لا تعرفونه، ولا تتبرعوا بتحويلات بنكية على الإطلاق. من يرغب في التبرع لسوريا إما يتبرع للهلال الأحمر التركي كجهة موثوقة داخل تركيا، أو يتبرع لأي صديق سوري يعرفه معرفة شخصية في منطقته ويكلفه ويقول له هذه أمانة حولها إلى من تعرف من المحتاجين داخل سوريا من الأطفال والنساء والأيتام والأرامل. طيب هل الصديق السوري نأتمنه؟ احنا نعرف الصديق السوري، يعني كل واحد في محيطنا بيعرف من المؤتمنين من الإخوة السوريين، وهم أأمن من الجمعيات الخيرية اللي هي بتكون في النهاية بتتبع أجهزة المخابرات، أو في الآخر أجهزة المخابرات بتأتي وتأخذ منها البيانات من تبرع لكم ويقومون بعمل قضايا إرهاب. فانتبهوا. للأسف الشديد الذي حصل في مصر حتى في عهد مبارك، كل من تبرعوا لضحايا الزلزال وضعوهم في السجون هم الذين تبرعوا للأيتام والأرامل في الثورة السورية، سواء في الخليج أو في مصر أو في غيرها، كلهم جرى وضعهم في السجون. نحن يجب أن نمد يد العون للمحتاجين ولمن يمرون بكل هذه الكوارث، ولكن بعيدا عن الملاعين الذين ليس في قلوبهم رحمة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم في جهنم، لأنهم يصدون عن سبيل الله ويمنعون الخير، فتجدهم يلفقون القضايا ويبحثون عن أي تكأة، والتحويل البنكي بيكون تكأة يبنون حوله قصة وهمية كبيرة أن هناك تنظيم مسلح وآخر ما هنالك. تعالوا نستمر حضراتكم في إدلب، تعالوا نشاهد حجم الدمار نتيجة هذا الزلزال في إدلب. هذا المشروع ده كله صار على البيع، طلعهم 3 4 والباقي كله لسه وتحت. أيضا في مدينة هاتاي التركية سويت شوارع كاملة بالأرض. Antakya burası şu an. Yıkım her yere vurulmuş. Ayakta bina yok. Hepsi yıkılmış. Yo. Elif Gül'üymüş mesaj attım. Duydun mu anne, Elif Gül'üymüş. كذلك في مدينة حلب التركية انهارت العديد من المباني. يا محمد يا محمد يا الله يا الله يا محمد، هاي شلون نزلت هاي؟ شلون نزلت هاي؟ يا الله شلون نزلت؟ شلون نزلت هاي؟ نزلت البناية، نزلت نعود إلى مدينة هاتاي التركية، حجم الدمار كبير جدا. ننظر للمباني يا جماعة التي انهارت. وموت وهنا فيديو يوثق العديد من المباني التي انهارت في تركيا.
جنوب تركيا المنطقة الأكثر تضررا من هذا الزلزال، وهنا فيديو يوثق انهيار أحد المباني. الله أكبر. وهنا في مدينة كهرمان مرعش انهارت العديد من المباني. Evet, hepsi sağlamdı, hepsi sağlamdı. Saraykent'teki ışıklar Ozan. Saraykent'teki ışık. Uy 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 uy. Uy bebek mi orada? Ben de tabii. Şu binada gitmiş. وفي مدينة الصقرية التركية حدث تشقق في الأسفلت. حضركم زلزال شديد، حتى المباني الحديثة المصممة ضد الزلازل بعض واجهتها تساقط. سبحان الله، الأطفال هم الأقل تأثرا بالزلازل لأن جسمهم بيكون صغير، ففي الغالب أي مثلا قطعة خرسانة أو خشب بتحمي الطفل. سبحان الله. هنا مثلا طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض الحمد لله. هنا يا جماعة قلعة غازي عنتاب، هذه القلعة قبل الزلزال لكن أسوارها تحطمت وتهدمت. انظروا للأسوار بعد اندلاع الزلزال، الأسوار القلعة تهدمت وأبراجها كل شيء. هنا أيضا من أثار الزلزال. وتعالوا نشاهد حجم الدمار في مدينة أضنة التركية. Ya Rabbi bize şükürler olsun, ya Rabbi bize bir şey olmaz ya Rabbi. حجم الكارثة كبير جدا، المنازل مدمرة هائل بالآلاف. Gaziantep İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi, çok sayıda yıkılmış apartman var. Enkaz altında çok fazla insan var. Acil yardım bekliyoruz. وفي إدلب جرى حفر قبور جماعية للضحايا، نحو 600 قتيل في سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب بدنا الدفاع المدني مجزرة، يعني 30 وفاة في مخيمات أطمع، الله يبارك فيكم جميعا. الدفاع المدني التوجه على مقبرة أطمع. انظروا حضراتكم لهذا المبنى، سبحان الله كل شيء سقط في لحظة. الإنسان ضعيف فليتعظ كل منا، والذين ماتوا هم السابقون ونحن اللاحقون لهم بإذن الله إن شاء الله، فلنتعظ وليعمل كل منا لهذا اليوم، أن كل منا ممكن يموت فجأة بهذا الشكل، فاللي عليه ذنوب يستغفر الله، اللي ظلم أحد عليه أن يعيد الحق لمن ظلمه، من يماطل في سداد دين عليه أن يسدد دينه، من ظلم أحد، من اغتصب شقة أحد، من ضرب أحد، من اعتدى على أحد، اللي بيظلم زوجته، اللي بيظلم أخته في الميراث، اللي بيسيء معاملة أمه، يعني كل شيء مسجل ومدون عند الله سبحانه وتعالى، وسوف كلنا سوف نحاسب ونعاقب على ذلك. فاستعدوا لهذه اللحظة. هنا في مدينة أنطاكيا التركية، تعالوا نشاهد. يا جماعة، محمد ابني وأحمد وشهد وإسلام، إنا الله وإنا إليه راجعون، توفوا والباقيين بخير، رنا ونور الدين وأنا بخير. هاي البنائي تبعتنا توفوا تحت البنائي. وبلغت شدة الزلزال إلى درجة أن أرضية مطار هاتاي في جنوب تركيا هي نفسها الأسفلت نفسه انكسر. تعالوا نشاهد. Amin abi, amin amin. Sıksın hala arkadaşlar. Biz daha burada var, ileride var.
Allah beterinden sana. Çok şükür canımız sağ. Elhamdülillah. Hatay Havalimanı. Şimdi durumu bu. Alın gelsin. Bakın bloklar kalkmış durumda. Pistin mukavemetini bilen arkadaşlar bilir. الزلازل مستمرة من الساعة 4 فجرا إلى الساعة 3 ظهرا، يعني بيتكلم زلازل مستمرة نحو 11 ساعة. فوفقا لإدارة الكوارث التركية بلغت الهزات الارتدادية أو الزلازل الفرعية 120 زلزال أو هزة ارتدادية. هنا في قناة الجزيرة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أكثر من 120 هزة ارتدادية وقعت اليوم في محيط مركز الزلزال الأصلي. أيضا في قناة الجزيرة إدارة الكوارث والطوارئ التركية انهيار 2424 مبنى في كهرمان مرعش وحدها، في مدينة كهرمان مرعش فقط. نختم بالقرآن الكريم، نختم بسورة الزلزلة. السورة بتتحدث عن يوم القيامة. طبعا الزلزال الذي يؤدي إلى دمار شامل، يعني كل المباني تسوى بالأرض، هو زلزال تصل درجته إلى 12 درجة. وهذا الزلزال في حدود معلوماتنا لم يحدث، يعني كل الزلازل التي تحدث هي 7 درجات 6 درجات 8 درجات، لكن لم تصل إلى 12 درجة على مقياس ريختر، وإلا تمحى البشرية كلها. وطبعا في زلازل، يعني عندما يقر الله سبحانه وتعالى نهاية الأرض، في هذه الحالة سوف تحدث زلازل تؤدي إلى تسوية الجبال نفسها، وسنخصص حلقة عن الزلازل في القرآن الكريم. لكن في سورة الزلزلة الله سبحانه وتعالى يصف لنا الزلزال الذي سيؤدي إلى نهاية البشرية يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أثقالها يعني الصهارة الموجودة في قلب الأرض، هي الحديد. كما نعلم أنه قلب الأرض ده كله حديد منصهر، ودرجات حرارة تصل إلى آلاف كما موجودة في الشمس. سبحان الله، يعني درجة الحرارة موجودة في باطن الأرض هي نفسها اللي موجودة في الشمس. وطبعا الأرض من جوه هي عبارة عن صهارة، والقشرة الأرضية هي فوق هذه الصهارة. يعني احنا بنطفو فوق بحر من النار، وهذا مذكور في القرآن الكريم. وباطن الأرض الصهارة دي حديد منصهر. سبحان الله. فمن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه باطن الأرض فيه ثقل الأرض هو مركز الجاذبية، والرسول لم يكن لعالم جيولوجيا ولا فيزياء. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض سوف تتحدث بأن ربك أوحى لها، أصدر لها أمرا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ونحن شاهدنا أصلا الناس وهي بتهرب. يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. في الختام هنا فيديو للدكتور زغلول النجار عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عن الزلازل في القرآن الكريم. أرجو مشاهدة هذا الفيديو. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناة على التليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.